فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. السلام عليكم. اولا وقبل اي حاجه حابب اعتذر عن اختفائي الفتره اللي فاتت واقول لكم انكم انتوا وحشتوني جدا وبحبكم في الله. اوقات كتير ببص حواليا وبسال نفسي هو انا مالي؟ هو انا ليه تايه؟ مش مكتئب ولا فرحان، رغم ان انا مفتوح قدامي كل حاجه. الفكره ان احنا جيل شايف كل حاجه حرفيا. موبايلك معاك نت ومعلومات وخيارات لا نهائيه، ومع كل ده حاسس انك ضايع وتايه وحاسس بفراغ. طيب ليه كل الطرق مفتوحة قدامي وأنا مش ماشي حتى في طريق واحد؟ حتى لو مشيت في طريق مش بتكمله؟ ليه كل حاجة حواليك بتهدك بدل ما بتبنيك؟ ليه بتحس إنك أنت لوحدك رغم إنك أنت وسط ملايين؟ خليني أطمنك وأقول لك صدقني إنك أنت مش لوحدك، كلنا بنحس باللي أنت حاسس بيه ده من ضياع وتوهان، وأنا أولكم. الفكرة إن الضياع اللي إحنا فيه ده ضعف، بس لازم نعرف هو جاي منين. ربنا بيقول وخلق الإنسان ضعيفا، فأنت بشر طبيعي إنك أنت تضعف، خاصة في زمن بقى أسرع مننا في كل حاجة. الفكرة إن إحنا غرقانين في فيضان من السوشيال ميديا، في مقارنات، في بعد عن ربنا، في ضغط نفسي، ونسينا نفسنا. بقينا نصحى على فلان نجح، فلان دخل كلية كذا، فلانة سافرت، فلان مات، فلانة فسخت خطوبتها، وبقينا نشوف ناس تافهة بتعلى وناس عندها علم ما بقاش ليها لازمة. بقينا بنجري بس مش عارفين احنا بنجري على ايه، ولا حتى عارفين احنا بنجري من ايه. بقينا نبدا يومنا على تيك توك وبنختمه بانستجرام. حتى انا ما كنتش محمل تيك توك ومسحته من فتره ورجعته تاني، بس حرفيا تطبيق مؤذي. والمشكله ان احنا بعد كل ده بنسال نفسنا هو احنا تايهين ليه؟ هو احنا اتاخرنا ليه؟ وحتى لما بقينا بنبدا، يعني حتى لو فكرنا ان احنا نبدا، بقينا بنقارن نفسنا وبداياتنا بنص طريق حد تاني، فمش بنكمل. المشكلة إن أنا النهاردة ما نمتش، سهران يعني، ورايح شوية حاجات المفروض إن أنا أخلصها فلسه ما خلصتهاش. الفكرة إن بيجي وسط كل ده، وسط زحمة الليل دي، بتيجي عليك سؤال كده تحس إن هو أنت سؤال كبير قوي كده، اللي هو أنا عايش ليه؟ بجد ولا هو أنا عايش ليه؟ الفكرة إن الإجابة كانت واضحة قدامنا من زمان، لكن بس في مشكلة صغيرة إن إحنا مشغولين عنها. ربنا بيقول لك وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فالإجابة واضحة. انت هنا عشان العبادة اللي هي مش بس صلاة وصوم، ده معنى كبير جدا يندرج تحته انك انت تكون موجود لربك ولنفسك وللي حواليك. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لك المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضهم بعضا. ف سؤال كبير قوي، صح؟ الفكرة ان فاضل على الفجر دلوقتي حوالي نص ساعة، فحاول اخلص اللي ورايا وننزل نصلي وبعدين نرجع نكمل كلام. المرة دي شاي مش قهوة. لو ما اشتركتش في القناة بقى بعد إذنك ممكن تشترك. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. الحمد لله صليت الفجر ورجعت، بس عارف الفكرة في إيه؟ الفكرة إن إحنا بقينا نحس بضغط في الاختيارات. كل ما نحاول نختار ما بين شغل، كلية، سفر، أيا كان إيه الاختيار اللي إحنا بنختاره، بنفضل نسأل نفسنا سؤال واحد، وهو طيب لو فشلت، لو ما نجحتش. والسؤال ده في ذات نفسه أصلا بيخليك تحس بضغط، أنت فاهم؟ سيدنا عمر بن عبد العزيز بيقول لك لو أن الناس كلما استصعبوا أمرا تركوه ما قام للناس دنيا ولا دين. يعني كل ما هتصعب على نفسك حاجة لا هتطول دنيا ولا هتطول آخرة، فاعقلها كده وتوكل على الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. أعمل إيه يعني وأنت بتتوكل على الله؟ حاول يكون عندك يقين بالله،
يقين ان مفيش ولا خطوة انت بتخطوها وهتضيع، حتى لو الطريق لف بيك شوية. ربنا بيقول قد بينا الآيات لقوم يوقنون، يعني مفيش حد هيفهم المعادلة بتاعت الدنيا دي غير اللي عنده يقين بربنا. فحاول يكون عندك يقين بربنا شوية. برضو علشان أطمنك، طبيعي إن إحنا نحس بتوهان، نحس إن إحنا تعبانين، نحس بهم وبحزن. الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيستعيذ من الهم والحزن، وكان من دعائه اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل. الكسل اللي مودينا في داهية أقسم بالله. الدنيا اللي ما بقيتش سهلة في أي حاجة، وده مش من عندي. ربنا بيقول لقد خلقنا الإنسان في كبد، يعني في ضيق وفي تعب. فأنت ده طبيعي، ده طبيعي إنك أنت تفضل حاسس بكده. ما تصعبهاش على نفسك، ولكن استعين بس بالله. طيب أنا بسأل كده نفسي سؤال، إيه الحل؟ إيه المطلوب مني؟ المطلوب مني قصاد نفسي إن أنا أجاهد نفسي وأضغط على نفسي شوية في كل حاجة. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه. طيب هتجاهد، هتتعب علشان نفسك. ومن ضل فإنما يضل عليها. على إيه؟ على نفسه. فده كله علشانك أنت. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لك إن عظم الجزاء على قدر العظم من البلاء. طيب حرفيا الفيديو ده أنا بعمله لنفسي وبكلم في نفسي قبل ما أكلم أي حد. الفيديو ده من أصعب الفيديوهات أصلا اللي أنا بعملها، لأن أنا بتكلم فيه عن نفسي. أنا عارف إن أنا في كل فترة عارف إن أنا هرجع للفيديو ده مرة واثنين وثلاثة. الفكرة إن أنا بسأل نفسي كده إمتى هنرتاح. مش فاكر، تقريبا كنت بسمعها في بودكاست أو حد كان بيقول ورد في الأثر إن حد اتسأل السؤال ده، متى الراحة؟ قيل عند أول قدم تضعها في الجنة. فربنا يجعلنا من أهل الجنة، ولا تنسوني من دعائكم يعني. طيب عايزين خطوات عملية للبداية، وأنا عايز خطوات عملية للبداية لنفسي. أولا نعمل إيه؟ بجد نعمل إيه؟ وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. كنا بنسأل نبدأ منين؟ بحس إن أكتر حاجة ممكن الواحد يعملها لنفسه هو إن هو يقعد مع نفسه في قعدة صفا كده ما بينه وما بين ربه، يعترف بالحاجات اللي هو مقصر فيها مع ربنا. دي أول حاجة. لما تقعد مع نفسك كده وتعترف بكل حاجة وتفنط أنت عايز إيه بورقة وقلم، ده بيساعدك إنك أنت تعرف أنت عايز إيه. تاني حاجة افتح مصحفك، وبقولها لنفسي افتح مصحفك يا محمد وارجع راجع قرآنك. حتى لو بآيتين كل يوم، حتى لو آية. ربنا بيقول وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، وبيقول تاني ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فهو ده أهم حل وأكتر حاجة هتساعدك إنك أنت تعرف ترجع لنفسك، حاجة اللي هتساعدك إنك أنت تطلع من التوهان والضياع اللي احنا فيه كلنا. تالت حاجة، وبعد ما تقعد مع نفسك وترجع لقرآنك اللي هيشيك من كل حاجة وهيريح قلبك، إنك أنت تبدأ. أهم حاجة إنك أنت تبدأ تتمشى، تكتب، تقرأ، تراجع قرآن، تواظب على صلاتك، تبدأ وخلاص. رابع حاجة وأنا شايف إن هي أهمها، بس يعني هتلاقي صعوبة فيها شوية، وهي موضوع الصحبة. ليه الصحبة؟ لأن أنت لما تدور على صاحب ياخد بإيدك ويقولك ما تخافش ربنا معانا، حد يفكرك بربنا لما تنسى. تأمل كده في صحبة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وسيدنا أبو بكر. لما سيدنا أبو بكر كان خايف وقال له إذ يقول لصاحبه لا تحزن، بيهون عليه، هو اللي هيهون عليك. إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. والله يا جماعة أنا مشيخ، عشان بس إيه ما اتحطش أنا بس في الخانة دي وأنا مش قدها أصلا. أنا بحاول وبقع وبقوم ولا حتى أقدر أقول على نفسي ملتزم. أنتوا فاهميني؟ فأرجوكم ما تحطونيش في الخانة دي. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. بص على صحبتك،
بص بياخدوك يمين ولا بياخدوك شمال. وان شاء الله نكون كلنا صحبة صالحة مع بعض. فهسيب لكم لينك الانستجرام تحت في الديسكريبشن. ما تنسوش تعملوا لي ما تنسوش تعملوا لي فولو، علشان عايز انزل اسك كده نشوف ارائنا مع بعض ونشوف كل حاجة. وطبعا انت اكيد فاهم انك انت لو ما عندكش الانستجرام ما تحملوش، يعني اكيد يعني. عندك الانستجرام تابعنا على الانستجرام، ما عندكش الانستجرام ما تتابعنيش عادي. المهم ان الضياع ده مش نهاية العالم يعني، ولكن ده فصل صغير في رحلة الحياة، الرحلة اللي اسمها الدنيا. وخليك فاكر انك انت مش لوحدك. ربنا شايفك وسامعك وقريب منك. ولما تنسى فكر نفسك بالقرآن. ما انت لما ترجع بقى هتبدأ تفكر نفسك بيه. ونحن أقرب إليه منكم ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. يعني في آيات كتير قوي بتدل إن ربنا قريب مننا، سامعنا، هو اللي حاسس بينا. فما تقولش برضو أنا ضايع أو أنا ضيعت أو أنا خايف. قول كلا إن معي ربي سيهدين. المهم أخويا أختي حبايب قلبي، استعينوا بالله ولا تعجزوا. يعني أنا بحبكم في الله والله. وابدأوا بخطوة من النهاردة. ممكن يكون الفيديو ده البداية لكل واحد فينا. وعايزكم تكتبوا لي في الكومنتات مثلا انا هبدأ بكذا، انا بدأت بكذا، انا بادئ من فترة. شاركوني في الكومنتات ولا تنسوني من دعائكم. ولا تنسوا اهل غزة. ربنا يفك كربهم يا رب، ويفك كرب جميع المسلمين يا رب في كل حتة.